السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله جاي اكلمكم في موضوع يعتبر ترند الناس بيستغلوه وبيستعملوه كترند. آه الاول كان حد يقول لك ايه يا رب تموت يا عم، بعد الشر عليا يا عم. يقول لك مثلا ايه ده فلان مات، يا بعد الشر عليه يا عم، انت بتفول عليه. دلوقتي بقى الترند الجديد او الترند اللي بقى بيستعطفوا بيه الناس ان هما والموضوع ده موجود جدا وبكترة على التيك توك. اكتر حاجة تدخلي على الاكونت ادعوا لصاحب الحساب بالرحمة، توفى. يدخلوا بقى الناس في التعليقات، يا عيني ربنا يرحمه يا رب، مات ازاي، لا حول ولا قوة الا بالله. والناس تزعل والناس تتضايق والناس تتأثر والناس تعيط، ويبتدي ده يعمل فيديو اترحموا على فلان وده اترحموا على فلان والحقوا فلان مات وسبب موت فلان وفلان 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 قاعد في بيتهم بيتفرج على الفيديوهات اللي هما بينشروها. بعد وفاة دينا مراجيح او دينا ربنا يرحمها يا رب، دينا كانت تعبانه زي ما احنا عارفين، وعملت لكم فيديو عنها قبل كده، وهي ماتت صحيح يا جماعه، وده مش ترند، هي ماتت. ربنا يرحمها يا رب ويجعل مأواها الجنه ويصبر اهلها وكل محبيها يا رب. طلعت واحده مش عارفه اسمها ام ايه كده، والله ما فاكره اسمها، ست كده فيها شبه من عارفين عائشه الكيلاني. انا مش بتنمر والله العظيم، ما تنمر، لا هي فعلا شبيهه لها جدا، والله ما فاكره اسمها ام ايه كده، ما علينا. المهم الست دي واحد طلع شاب في العشرينات، وجنبه ابن الست دي اللي كان بيعمل معاها فيديوهات، وبيقول ان الست دي توفت في حادثة في الجيزة. ويا جماعة وابنها مش قادر يتكلم ومش عارفة ايه، وادعوا لها بالرحمة وكده. طبعا انا كنت بشوف اللايفات بتاعتها، وطبعا ثبت عليا وصعب عليا ابنها، وقعدت اقول ربنا يرحمها يا رب، والناس كتيره داخله في الكومنتات عماله ازاي ومش عارفه ايه وربنا يرحمها، وناس كتيره زعلت وناس كتيره متاثره جدا جدا. والموضوع بصوا تشوفوا الولد وهو بيتكلم، اصلا الشاب ده والولد الصغير قاعد جنبه، تقولوا فعلا الموضوع حقيقي. وطبعا انا واحده من الناس صدقت، وناس كتيره جدا صدقت، وطلع في الاخر ان الست دي ما ماتتش ولا حاجه، وكان ترند. وكل طبعا هقول لكم على حاجه، شخص مثلا توفى او عمل ان هو توفى، والناس قعدت تكتب في الكومنتات، فالاسم بيتعرف، فبيدخلوا على الاكونت بتاع الشخص ده يعملوا له ايه، اشتراك، يشتركوا عنده، سبسكرايب او اشتراك او فولو عنده في الاكونت بتاعه. الاكونت بيعلى، هو بيلاقي الاكونت بتاعه عالي، يقوم طالع قال لهم بخ، انا جيت، انا كنت بعمل فيكم مقلب يا وحشين، كنت بشوفكم بتحبوني ولا لا. هو ده كده الموضوع ماشي الايام دي كده. يعني الست عملت ان هي ماتت وعملت حادثه وقلبت الدنيا والتيك توك اتقلب، وفي الاخر هي دلوقتي بتعمل لايفات وعايشه وعادي ومفيش اي حاجه جدا وماتتش، وطلع حوار ومقلب، والمقلب ده اتعمل في المتابعين والناس اللي بتوع شارعها، الدنيا اتقلبت وسكان جيرانها والناس كلها، والدنيا اتقلبت وقرايبها بقوا يتصلوا، حصل دربكة، عملت دربكة جامدة جدا. طب ليه 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 بتعملوا كده؟ ليه؟ انا مش فاهمة ليه. انتوا عارفين اللي هو اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت عشان تشوف غلاوتك عند الناس، اعمل نفسك ميت عشان الترند، اعمل نفسك ميت عشان السبسكرايب يعلى عندك والمشاهدات والدنيا تعلى عندك. قبل كده واحدة عشان قناتها تعدي 100,000 وتاخد درع اليوتيوب عملت نفسها ميتة برضو، والدنيا اتقلبت وكانت دربكة ودوشة، وانا واحدة من الناس عشان صعب عليها ولادها وأثرت في نفسيتي وانا اصلا تعبانة، وفي الاخر طلعت مماتتش، وهي كل اللي استفادته ان قناتها عدت 100,000 واخدت الدراع زي ما كانت عايزة. بس
دلوقتي لما بقى حد بيموت وبالذات من على السوشيال ميديا او حد معروف، بنقعد نقول يا ترى هو مات بجد ولا اشاعة؟ لان الحاجات دي بقى بيلعبوا بيها وبيستعطفوا بيها الناس، واحنا الشعب عاطفي جدا. اللي هو فلان ده مات، نقعد بقى ندخل نشترك في الاكونت بتاعه ونقعد بقى نقلب في المشاهدات بتاعته ونبص ونشوف الفيديوهات ومش عارفة ايه وكده. يعني ممكن في شخص احنا ما نبقاش عارفينه اصلا، يعني حد ما نبقاش عارفينه، وبعد ما يعمل ترند ان هو مات ندخل الحساب بتاعه بقى بيتشهر وبيتعرف على الاكونت بتاعه اللي بيتعرف، ندخل بقى نقعد نبص بقى عليه ونشوفه كده ونتأثر، وفجأة نبص نلاقي له طالع لنا لايف. يا عم انت مش كنت ميت؟ لا كنت بعمل فيكم مقلب، كنت بشوفكم بتحبوني ولا لا. عقلوا يا جماعة، حتى الموت بقيتوا بتهزروا فيه، انتوا بتستهبلوا. فكرتوني بالولد، في ولد كده برضو مش فاكره اسمه، مش عارفه الذاكره بتاعتي بقت الاسامي بتقع مني بطريقه رهيبه. في ولد برضو من فتره كان عامل ان هو عنده مرض وحش، وكان قصص شعره كده، وقعد فتره يستعطف الناس ويقول ان انا تعبان، وكان عنده بيقول ان هو عنده مرض وحش وكده. وكان عامل حساب على الفيسبوك تقريبا او قناه على اليوتيوب حاجه زي كده، وكان السبسكرايب عنده عالي والمشاهدات، وكانت الناس بتقعد تدعي له، وكم الناس يعني مأثر في نفسية الناس جدا. وطلع في الاخر مش عيان ولا حاجة، ودي كلها شو، كل حاجات بيعملها شو وعشان الشهرة وان هو يبقى معروف ومحبوب والكلام ده كله، وطلع في الاخر هو مش عيان ولا حاجة. يعني طب افرض انت عامل حوار ان انت عندك المرض ده او مقلب، او عايش الدور ان انت عندك المرض دوت وانت اصلا مش عندك المرض ده، وفجأة نمت صحيت لقيت نفسك مريض بالمرض ده، هتعمل ايه؟ بلاش يا جماعة تفوروا على نفسكم بالمرض ولا بالموت. الحاجات دي كمان مش هتستغلوها وتعملوها ترند، ما ينفعش كده يا جماعة. اتقوا الله، اتقوا الله. انا مش عارفة والله العظيم، يا رب يقطعوا النت عن الدنيا كلها، نبقى عايشين نرجع زي زمان تاني من غير نت ولا تليفونات ولا حاجات من دي، لان بجد الموضوع بقى اوفر قوي. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.